أنا زعلانه يا كبير، مفيش لايك أو شير. ولا حتى بيشتركوا في القناة. فاكر المسلسل ده؟ هقول لك قصته. مسلسل التوأم. طبعا الجيل ده فاكر كويس جدا التتر بتاع بقى ليلى علوي تطلع بتضرب نفسها بالقلم، وطبعا كلنا قلنا ايه الابهار ده، ايه الجرافيك العالي ده، ازاي كده. سنة 97 اتعرض مسلسل التوأم، واللي الخناقة كلها كانت عليه، وفي مشاكل كتير حصلت فيه كمان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. القصة دي كتبها يسري الجندي. المفروض عنه ان هي بنتين توأم، واحدة شريرة جدا وواحدة طيبة جدا، وكل مشاهدهم قصاد بعض. طب وبعدين مين اللي هتعمل الدورين؟ طبعا ما كانش فيش، مش شرط يعني ليلى علوي تعمل الدورين، خلي بالك. فأول مرة قال لك بس هنعمل جرافيك. مسلسل صعب جدا، ومنتج رياض العريان ابو طارق العريان المخرج، ويلا بينا نعمل فيلم. فراح لنجلاء فتحي اعتذرت عن الدور، راح لإلهام شاهين طلبت مبلغ كبير جدا، راح لإيمان الطوخي وافقت، وكان الترشيح من يحيى العلمي. اشتغلت معاه قبل كده طبعا في رأفت الهجان، بس المخرج يحيى العلمي كلموه يمسك قطاع الإنتاج فاعتذر، فجابوا مين؟ المخرج ماجد أبو عميرة. ده نجم كبير بقى. جه قال أنا مش عايز إيمان الطوخي. ليه يا عم؟ قال لا أنا هروح أجيب ليلى علوي. فمنتج المسلسل قال له لا مش معايا انا اجر ليلى علوي، فماشي. جابوا المنتج محمد فوزي، راحوا ليلى علوي لقوها مضت مسلسل زيزينيا. فاكرين المشكله حصلت مع زيزينيا؟ حكيت لكم انا مشكله زيزينيا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك لا يا عم خلاص هنعمل ايه بقى؟ دي راحت هناك تعمل مسلسل زيزينيا. طب انت هتقول ليلى علوي ما جاتش في مسلسل زيزينيا، هقول لك بس اتقل. المهم فالمنتج ادالها اجرها مرتين عشان تسيب مسلسل زيزينيا، وعملت التوأم في الاخر. التتر بقى اشتغل من هنا، وكل الناس شافت طبعا ليلى علوي بتتضرب. اوبا، بتضربها مين؟ ليلى علوي. يا انبهار، بقول لك حصل انبهار ودهش الجيل بتاعنا، عمرنا ما شفنا كده. يعني شفنا نجيب الريحاني، وشفنا اسماعيل ياسين، وشفنا ناس كتير عملت دورين هما الاتنين قصاد بعض بالجرافيك والخدعه دي، ولكن برضو كانت جديده علينا ان احنا نشوف ده في مسلسل، خاصة المسلسل ما فيهوش خدعة سينمائية. كانوا بيصوروا بقى مشهد عزيزة في يوم، ويجوا تاني يوم يصوروا مشهد التهاني طبعا اللي هي التوأم بتاعها، ويروحوا مركبين المشهدين على بعض. ده فكرة قديمة وخدعة قديمة جدا. المخرج بقى عشان ما حدش يبوظ اي راكور في المشهد، يعني في طبعا انت لو بوظت حاجة في المشهد، مخدة اتنقلت، ستارة اتغيرت، كانت الدنيا تخرب يعني. فكان بيقفل الاستوديو وياخد المفتاح معاه وهو مروح، عشان محدش يهز. طبعا مش معقوله انت بتصور تهاني المفروض واختها عزيزه الاتنين جنب بعض في نفس المشهد، فبتصور النهارده دي بتتكلم لوحدها في الهوا، وخلفيتها في فازه وفي ستاره وفي مش عارف ايه، فتيجي انت تعمل بقى عشان تحط التانيه قدامها في نفس المشهد، وبتروح بتصورها لوحدها. مش معقوله تتحرك حاجه، وعشان هيبقى الموضوع هبل قوي، هتحس كده ان في عفاريت في الاستوديو. فكان لازم كل حاجه تبقى في مكانها بالظبط، فالمخرج كان بياخد المفتاح معاه ويمشي عشان محدش يلعب في الديكور. المهم ليلى علوي بقى لما مشيت من زيزينيا جابوا بدلها اسرار الحكيم. كانت بتقول طبعا ان هي كانت الاحق بالدور ده ومش عارف ايه، وجات الهام شاهين برضو. حصل نزاع جامد جدا، وعملت لك حلقه كامله عن المشكله اللي بين اسرار الحكيم والهام شاهين. كانت برضو في تفصيله كده غريبه جدا اسرار الحكيم بتعملها، وهي انها بتقول حرف الره غين. يعني مثلا تقول ما انا غايحه، انا غوح، مش عارف. طبعا انا ما كنتش حابب الكلام ده خالص بصراحه، وكنت شايف ان دمها يعني مش خفيف قوي ومفيش اي معنى. حتى كمان ان المخرج برضو كان شايف ان هي ليه عملت اللدغه دي. جابوا هالة صدقي في الجزء الثاني طبعا، وحكيت لك القصه دي كلها. وطبعا هالة صدقي قالت انا مش شايفه لزوم خالص انها تطلع لدغه، وبعدين يعني صعبه جدا وهتتلخبط فيها، حاجه كانت غريبه جدا. زيزينيا بقى كان الاول الكاست بتاعها زي ما احنا قلنا، كانت دور اسرار حكيم ده تعمله ليلى علوي، دور فاروق الفيشاوي او دور يحيى الفخراني كان هيعملوا فاروق الفيشاوي. فكان يعني صعب جدا. والفتره دي كان في اشاعات على ليلى علوي وفاروق الفيشاوي انهم متجوزين او بيحبوا بعض وكده يعني. بس واتعرض مسلسل التوأم ونجح جدا. انا فاكر ان وقتها كان محدش بيبقى موجود في الشارع. ايام زمان بقى كانت المسلسلات دي تنزل من هنا ما تلاقيش حد في الشارع وقت عرضها من هنا. في وصف الفيديو هتلاقي حلقات كتير اتكلمنا فيها عن مسلسلات كتيرة، زمان امرأة من زمن الحب، اللي انا عايش في جلباب ابي، اي حاجات كتير قوي قوي. مسلسلات اللي هي السيرة الهلالية، الحلقة بتاعتها جميلة جدا.
ازاي اتغير الابطال فيها على مدار ال3 اجزاء، وليه مش احمد عبد العزيز ومش رياض الخولي، ليه الحاجات دي كلها كانت حلقه انصحك برضه انك تشوفها، وانتظرنا الحلقه الجايه.